السلام عليكم الإخوان، كي دايرين؟ لاباس عليكم بخير؟ هانيين؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير إن شاء الله يا رب. اليوم أنا فرحان بزاف، بزاف بزاف بزاف. الحمد لله قبل كل شيء، والحمد لله حتى يرضى، والحمد لله إذا رضى، والحمد لله بعد الرضا. إذا علاش فرحان؟ غتسولوني علاش فرحان؟ فرحان أسيدي حيت اليوم أنا شاد التليفون وكان طالع هابط كنتفحص المواقع التواصل الاجتماعي، فإذا بي كنشوف واحد الفيديو داير ضجة بزاف. هذا الفيديو شنو كيوثق؟ هذا الفيديو اسيدي على حسب الناس اللي كيهضروا فيه كيوثق على ان على انهم شافوا صوروا جلالة الملك وهو كيمارس الهوايه ديالو، اللي هي عباره عن سياقه جيت سكي او امتطاء جيت سكي في البحر، في البحر الشمال طبعا، في المناطق الشماليه. المهم هذا الفيديو هذا فرحني بزاف والله العظيم، كما فرحني هذا الخطاب الملكي اللي هضرت عليه، اللي لحتو في القناه. فرحني حتى هذا الفيديو هذا. علاش؟ الفيديو الخطاب الملكي فرحني حيت جلاله الملك تطرق لواحد المواضيع بزاف شامله، وخصوصا المواضيع اللي كتخص الشعب، خاص المواطنين. كتبين لك ان الملك على درايه بالمعاناه ديال الشعب والله العظيم، من بينها مساله التضخم، من بينها المعاناه من بعض مناطق مصدرة المياه وبزاف د الحوايج، وعلى ان كاين المغرب ظريف التاريخ وكاين جديه في العمل بالنسبه للمواطنين وبالنسبه للشباب الى اتاحت لهم الفرصه، وبالنسبه لبزاف د الحوايج، وخصوصا واحد المساله حتى هي، واحد النقطه حتى هي تطرق لها الخطاب الملكي، هي ديال الاخوه الاشقاء اللي في الجزائر، واللي قال لهم باللي راه كونوا هانيين، المغرب ما عمر شي سوء غيجيكم منه. اذا هذا الشيء هذا كيخليني واحد النقطه اخرى حتى هي تطرق لها، هي موضوع ديال فلسطين وتاكيده على انه يدعم القضيه الفلسطينيه كدوله، وعاصمتها القدس الشرقيه، وتطرق للمواضيع ديال القوات المسلحه ونوه بهم، ونوه ايضا بالمنتخب الوطني وبالانجازات اللي دار في كاس العالم اللي ديال 2022، ونوه ايضا بالانجازات اللي قاموا بها الشباب، اللي داروا اللي صنعوا اول سياره مغربيه 100%، والشاب المقيم بالديار الاوروبيه اللي اول نموذج ديال سياره تعمل بالوقود الاخضر، وبزاف د الحوايج. هذا الشيء هذا والله خلاك كتخليك بانك ملي كتصنت لجلاله الملك وهو كيخطب كتصنت لشي واحد قامه كبيره، فهمتيني؟ كيهضر مختصر ولكن كيهضر في كل شيء، كيهضر في كل شيء ولكن هذاك الشيء مختصر، فهمتيني؟ الا بغيتي تلخصو ما تقدرش تلخصو، ما تلقى فيه ما يتلخص والله. لا الحمد لله، الحمد لله صراحه. والحاجه الثانيه اللي مفرحاني هو ان الملك من بعد الخطاب تقريبا يومين ولا هذا، هو كنشوفوه الان في البحر. هذا شنو كيدل؟ كيدل على ان الملك كيمارس الهوايه ديالو. وهذا الشيء شنو كيدل؟ كيدل على ان هادو رسائل، هادو كيدل على ان الملك كيتمتع او لا تجاوز جميع المشاكل الصحيه اللي كان كيعاني منها شحال هادي، او اللي سمعنا باللي راه كيعاني منها، والنظر بما اننا سمعنا بانه كان كيعاني منها، دونك المغرب كامل انا كنشوف ديما فيما كنكون في شي مجمع ولا في شي حاجه، لا في الجامع ولا في القهوه ولا في الدرب ولا في اي بلاصه، كتسمع ديما الى تجبد شي موضوع ديال الملك، خصوصا فاش كنا شفناه في الخرجه ديالو، فاش كان خرج لابس التوني ديال المنتخب وكيهنئ المغاربه وهذه، وفرحان حتى هو، تفاعل حتى هو وفرح بالانجاز اللي داروا. والله العظيم صراحه كتشوف باللي كتحس بواحد الفخر، فخر الانتماء لهذا البلد هذا، وخصوصا انه الملك ديالو هو محمد السادس، والله ملك الفقراء كما كيسميوه. والله العظيم هذا الشيء علاش انا فرحان اليوم صراحه، حيت شفت هذاك الفيديو اللي كيعطيني انا بزاف ديال الرسائل قريتهم منه. اولا ان ملك البلاد، يعني ما كاينش مشاكل، ما كاينش هذه، البلاد مستقره الحمد لله، على خلاف
المناطق المجاوره حنا كنشوفوا كنسمعوا دابا الانقلابات، كنسمعوا مشاعل الحروب في روسيا، كنسمعوا بزاف د الحوايج، وانت الحمد لله والشكر لله عندك واحد الحكم مستقر، عايش في واحد البلاد اللي هو مستقر صراحه. والله العظيم الحمد لله. والله الا دابا كنكون بعض المرات مع شي ناس اجانب ولا هادي وحقرب كنهضر معاهم على كنهضر معاهم بواحد فهمتيني باللي انا راه الحمد لله، الحمد لله كنقول باز لكم نتوما ماشي مغاربه وحقرب، بحال دابا من مصر ولا من تونس ولا من الجزائر ولا من اي منطقه تقريبا حنا في الجوار كنهضر، كتهضر معاه كتقول الحمد لله انا مغربي كننتمي لهذا البلد. والله وحتى هذيك النهار المصريين شفت فيديوهات ديالهم انا كيهضروا على جاو للمغرب وواحد شد الكاميرا وكيصور حدا ديك صومعه حسان وكيدور تما وكيصور، كيقول صاحبو واش نصور هادي واش البوليسي واقف وكيقول لي نصور عادي ما كاينش مشكل. اذا شنو كيدل هذا؟ كيدل على ان هذيك الحريه اللي عندنا حنايا اللي كنتمتعوا بها حنا في المغرب واللي عندنا شي حاجه اللي عاديه نورمال، هما عندهم انورمال، عندهم انتيغدي، حيت عندهم انتيغدي داكشي. ممنوع تصور عاد تجي وتشد التليفون تبدا تصورها ولا تشد الكاميرا تبدا تصورها ولا هذه، خصك اوتوريزاسيون، خصك بزاف د الحوايج. والحمد لله والله حتى الحمد لله، بلا ما نهضروا على التي جي في، بلا ما نهضروا على اكبر مسبح في افريقيا، بلا ما نهضروا على بزاف الانجازات. والله العظيم هذا الشيء كيخليني مفتخر وكنحمد الله بكره واصيله كوني مغربي كنتمي لهذه البلاد. والله البلاد اللي ضاربه في التاريخ كما قال جلاله الملك. وفرحان كثر على التماسك اللي كاين ما بين الحكم والمواطن. والله العظيم فرحان وحقر، كاين واحد التماسك، انت كتشوف المواطنين كيدعاو مع الملك يا ربي تشافيه، يا ربي دير ليه، يا ربي يا ربي يا ربي، والملك حتى هو كيجاوبهم بخطاب تقريبا هذا الخطاب اقل ما يقال عليه هو انه كيحس باللي كيخليك تقرا باللي راه الملك جلاله الملك نصره الله كيحس بالمواطن وبالمعاناه ديال المواطن، باللي راه جاري معاك وعارف شنو كدير، وعارف باللي راك انت عندك مشاكل ديال المياه، ديال ندره المياه، وعندك مشاكل ديال الطاقه، عندك هذه، ولكن انا راه شوف راه شنو كاين، راه عارف. وانا كنحاول انا والحكومه نديروا حلول ونديروا مشاريع اللي غتحل لنا هذا المشكل هذا، واش فهمتيني؟ والله العظيم هذا الشيء علاش كان الحمد لله، والله الحمد لله والشكر لله. الى عجبكم المحتوى والفيديو ما تنساوش وما تبخلوش علينا بجيم وكومونتير وبارطاج وابوني. شكرا لكم كاملين، تحياتي.